الله الله على المحشي المصري وحلاوة المحشي المصري. تيجوا بينا نعمل كده أحلى محشي مصري بطريقة والدتي، الله يبارك لي فيها ويحفظها يا رب. الطريقة دي أنا عمري ما بغيرها لأنها من أحلى الوصفات اللي أنا جربتها في أعمال المحشي المصري. محشي في مصر يعني الشتا، احنا دايما طول الشتا بنعمل محاشي بطريقة رهيبة. فيلا بينا نعملها وهقولكوا على كل التكات اللي أنا بعملها فيه. أنا هنا جبت حلة على النار، حطيت فيها مية. المَيّة دي أول ما أحس إن هي خلاص داخلة على إن هي تغلي، باروح حاطة فيها شوية كمون. أنا باحط في المَيّة بتاعة سلق الكرنب ده كمون بس، أنا ما باحطش حاجة تانية غير الكمون. في ناس بتحط زيت، في ناس بتحط ملح. الكلام ده كله أنا جربته. أول حاجة الورقة بتجلد، ما بيبقاش يعني بنعومة أو الطراوة بتاعة الورقة العادية. تمام، الرز بيستوي من جوه وتحس ان الورقة بتاعة الكرنب بتشد شوية، مجلدة شوية، فده بسبب الملح. انا جربت وبقول لكم فعلا ده بسبب الملح، بالذات لو في ناس حابة تخزن الورق يا ريت ما تحطش ملح في مية السلق بتاعة الكرنب. هنا انا بشيل الراس بتاعة الكرومبة وكنت بحطها بحالها واشيل ورقة ورقة، بس الحلة عندي هنا صغيرة فاضطريت ان انا احط ورقة ورقة واسلقها. خلوا الورق نص سوا، ما تخلوهوش مهري قوي. طريقة التقطيع دي يا جماعة من اسهل الطرق والمنجزة بالنسبة لي. زيرو تهدير في الورق. هنا انا برص الورق فوق بعضه، بشيل العروق وابتدي اقطعه زي الشرايط كده. وانا بحب الورق بتاع الكرنب يكون حجمه صغير، انا بحب صوابع الكرنب صغيرة. ورق بيطلع متساوي، شكل الورقة نضيف. يعني انتي بتتحكمي في التقطيعة بتاعتك، انتي بتبقي عارفة انتي حجم الصباع بالنسبة لك بيكون ايه. طيب تمام جدا، احنا كده وصلنا لحد التسبيكة. انا يعني انا في العادي بحب ان انا اسبك التسبيكة دي واشيلها عندي كل ما احس ان انا محتاجة اعمل محشي، فبطلع منها كيس وبعملها. التسبيكة لازم تبقى حمرا، يعني لون الطماطم لازم يبقى احمر. ف انا دي كده الطماطم بتاعتي اتسبكت وحطيت شوية من الخضرة المشكلة اللي احنا بنقطعها دي. باحط فيها شوية اللي هي بقدونس، وباحط كزبرة، وباحط شبت، باقطّعهم وأروح حاطة شوية مع التسبيكة وهي بتتسبك. أنا ما باحطش توم على التسبيكة. التوم بيبقى ريحته جميلة في الأول، بس بعد كده أمّا بيقعد ما بيبقاش ألطف حاجة. القولون، فدي بصل، طماطم، باقي الخضرة بس، والتوابل بتاعتنا. بلاش تحطوا بهارات كتيرة في التسبيكة، ما تضيّعوش طعم المحشي الأصلي بتاعنا. البهارات الطبيعية، عايزة تضيفي واحدة مرقة دجاج مفيش مشكلة، لكن بلاش بهارات، بلاش قرفة، بلاش الكلام ده كله، هتضيعوا المعنى وشكل المحشي المصري بتاعنا. هو مش بيحتاج كل الإضافات اللي دلوقتي بنعملها. هنا أنا بعد ما عملت التسبيكة خلاص وحطيت الرز، ابتديت ان انا احشي الكرنب بتاعي الورق. في ناس بتلفه من فوق لتحت وفي ناس بتلفه من تحت لفوق، انا بلفه من تحت لفوق، على عكس اختي بتلفه من فوق لتحت. فكل واحد يلفه بالطريقة المناسبة ليه. اهم حاجة يبقى الصباع متماسك عشان ما يفكش معانا. طيب انا هنا بعد ما خلصت الحلة تمام ورصيتها كويس جدا، ابتديت عندي شوية صلصة كده باشيلهم على جنب عشان احطهم على وش كرنب. لما باحط الموضوع ده على الكرنب من فوق، لون الكرنب بيبقى رهيب وريحته بتبقى فظيعة. يعني بعد ما باحطها وبعد كده باشرب الكرنب بتاعنا او الحلة بتاعتنا، مش قادرة اقول لكم على الريحة اللي بتطلع منها، رهيبة. في ناس ممكن تحط الصلصة دي على الشوربة ايا كان، المهم ان انتوا ما تنسوش تركة الصلصة اللي تتحط على الشوربة او تتحط دايركت على على الكرنب. طبعا ان وانتي بتسقي الكرنب بتاعك المية ما تبقاش اعلى من المستوى، يا دوب بتبقى تحت اول سطر. تمام، يعني ما تبقاش فوق الكرنب عشان المية بتاعته ما تبقاش زيادة يتهري منك، او ان المية ما تتشربش او الورق يفك. انا هنا بحب احط طبق عشان الورق ما يفكش من بعضه، الرز ما يطلعش من المحشي. فانا بحب التركة دي بصراحة.
وهنا برضه على البتنجان، أنا طبعًا ما اتصورتش الحتة بتاعة إن أنا وأنا باحشي البتنجان طلعت في الفيديو، بس أنا هنا حشيته، حطيت معاه فلفل. فلفل يا جماعة مع البتنجان بيدّي ريحة رهيبة، بس لو هتعملوا كوسة خلّيها منفصلة في حلة تانية، عشان البتنجان بياخد منها وهي بتاخد من البتنجان، فبلاش الكوسة تحطوها مع البتنجان والفلفل والكلام ده، خلّيها يعني في حلة منفصلة لوحدها بيكون أفضل. ابتديت إن أنا أسقيه برضه ما يتسقيش كتير، يا دوب تحت النُص شوية أو عند النُص، تمام. بعد ما سقيته ابتديت إن أنا أغطيه واستنى عليه. أول ما المحشي بتاعِك يغلي، يعني خلاص المَيّة سامعة إن هي خلاص غلِت على المحشي، ابتدي إن أنتِ وطّي عليه، عشان الرز بتاعه يستوي سِوَى مضبوط. وهنا بعد ما المحشي استوى وبألف هنا على قلبكم يا رب، كل سنة وأنتم طيبين.